يلا يا حبايبي كده تعالوا النهارده هنعمل صوابع زينب مع بعضينا. يلا كده نشوف مقاديرها وطريقة تحضيرها. يلا يا حبايبي هنقول النهارده الاول حاجة هنعملها. هنحط السكر. مقادير الشربات: 1 2. طبعا عصرة الليمونة هنحطها دلوقتي. وهنحط دلوقتي كوباية بنفس المعيار اللي احنا عملنا بيه السكر. ادي 1. هنحط 1.5 مية. كده هنعلق على الشربات اهو. هنعلق على الشربات وهنخليه على نار هادية. وهنحط عصرة الليمون. وكده هنشيل بقى الصينية دي كده، او هنشيل الكوبايات. وهنجيب الايه، هنعمل صوابع زينب النهارده. هنا كوبايتين دقيق. كوبايتين دقيق. معانا هنا كوبايتين دقيق. ومعانا هنا كوباية ناقصة معلقتين دقيق سومانيلا. وهنحط هنا رشة ملح بسيطة كده. مش هنحط سكر علشان هي هتتحط في الشربات، او ممكن نحط معلقة صغيرة. هنا قلنا السومانيلا كوباية الا معلقتين سومانيلا، كوبايتين دقيق زيرو، وعليهم رشة ملح. وهنا هنحط قيمة نص معلقة نشا. وهنا معلقة صغيرة او نص معلقة سكر. مش عايزين نكتر، لو انتوا مش عايزين تحطوه نص معلقة السكر ما تحطوش. هنحط هنا برضو معلقة صغيرة خميرة. مش عايزينها ترتفع قوي، عايزينها تبقى يا دوبك متوسطة الحجم. هنعجن بمية من الحنفية. وهنحط هنا معلقتين سمنة ومعلقتين زيت. وطبعا احنا هنا بقى علشان الشربات بنكمل الشربات. هنا حطينا كوبايتين ميه، حطينا كوبايتين، عفوا حطينا كوبايتين سكر، معاهم كوبايه ونص ميه، معاهم عصره ليمونه، ومعانا فانيليا لسه مش هنحطها في الاخر. وهنحط معاهم معلقه كلوكوز، عسل كلوكوز، تكون معلقه كبيره كده، علشان احنا عايزين القوام بتاع الشربات يكون مظبوط، ويكون قوامه كده حلو اهو. اهي عشان هو تقيل جدا. هنحط هنا بطاطا معايا عشان خاطر اهي، لازم دي تسيح، الشربات يسيح. معلقه العسل الكلوكوز اهي. نشيل بقى دي دلوقتي. هنحط بقى دلوقتي ايه، هنقلب كده المقادير دي كلها مع بعضها كده، الكلام ده كله مع بعضه اهو. صوابع زينب دي
مقاديرها لازم تكون مظبوطه، لانها بتطلع لو حطينا مقادير كده من دماغنا كده او اي كلام في اي كلام هتطلع معانا مش مظبوطه، ومش هتبقى كريسبي من بره ولا طريه من جوه. فلازم نمشي على مقادير مظبوطه علشان خاطر الحاجه تطلع معانا مظبوطه وحلوه. واللي هيلقط مننا المقادير هتطلع معاه كويسه، ومش هيقول ان الحاجه مش كويسه ومش ناجحه. فلما الحاجه تطلع معاها حلوه هيقول بسم الله ما شاء الله، بتطلع معاها المقادير حلوه. فهنحط دلوقتي معلقتين سمنه على معلقتين زيت اهو. طبعا احنا هنلغي المعلقه دلوقتي، وهنعمل ايه بقى؟ هنبس بايدينا كده اهو. احنا عايزين بس كده بس هنحط بقى كده. خلصنا كده بس خلاص. هنحط بقى الميه حبه بحبه كده. لو ممكن تاخد اكتر من كوبايه ميه ده لو احتاجت، بس يعني ان شاء الله هتكفي الميه باذن الله، هتكفي ان شاء الله الميه اهي. احنا قلنا مش عايزين العجينه معانا تبقى لابسه. لسه عايزه كمان شويه. خلصت يا حبايبي كده معاكم البلح زي ما انتم شايفين. عجينه البلح الصوابع زينب زي ما انتم شايفين كده، بحطها على كرتونه نضيفه مضلعه، واقوم جايه عامله البلحه بالنظام ده كده اهي اهي يا حبايبي. وبعدين الفها كده وتطلع بالنظام ده. كمان واحده معاكم عشان خاطر اهي ما تتهزش الصينيه. شايفين يا حبايبي صوابع زينب بطريقه حلوه ومقادير مظبوطه. وزي ما انتم شايفين لو ما عندكيش مبشره هنعمل على كرتونه، مفيش كرتونه هنعمل على البصمه بتاعت الكحك. فهنا دلوقتي بلف كده يا حبايبي كده، وبعدين اقوم لفه بقى كده اهي اهي. شايفين يا حبايبي بالنظام ده. خلصنا كده هوريكم زي ما شايفين كده حبايبي. ادي صوابع زينب بالجمال ده. هننزل بقى كده على طول نقلي اهو اهو. خليها ايه على نار زيت بارد، يعني مش حامي قوي، الزيت مش سخن قوي، علشان عايزين الصوابع ايه صوابع زينب تستوي اهو. شايفين يا حبايبي بالنظام ده. هنعلي بقى الزيت شويه النار شويه اهو. شايفين الصوابع زينب عامله ازاي؟ شايفين قد ايه النقشه دي مش هتروح النقشه دي. شايفين
مقادير مظبوطه وصوابع زينب جميله ما شاء الله. كده خلصنا الكميه ديت وهنشيل وده زي ما انتم شايفين يا حبايبي اهو. احنا مش هنقلب عشان العجينه لسه اهي. هسيبها بقى كده وهرجع لكم بعد ما تتحمر اوريها لكم ونقدمها مع بعض يا حبايبي. خلصت يا حبايبي كده معاكم خلاص. صوابع زينب عملناها خلاص بالجمال ده، وزي ما انتم شايفين عملنا المقادير والوصفه، وزي ما انتم شايفين طلعت بالجمال ده. انا هجرب معاكم واحده انا كنت كسرها قبل كده. شايفين يا حبايبي من جوه عامله ازاي؟ من بره كريسبي ومن جوه جميله 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 ما شاء الله، طريه وحلوه من جوه ومن بره ناشفه. يا رب يا حبايبي كده تعجبكم الوصفه، ولو عجبتكم كده بقى ايه ما تستخسروش فيا اللايك وما تستخسروش فيا شير، وخشوا كده على الكومنتات قولوا لي رايكم ايه فيها. انا عملت معاكم صوابع زينب، يا رب يا رب بتنون اعجابكم، ولو عجبكم ما تستخسروش فيا بقى اللايك. وجزاكم الله خير على متابعتكم، وقولوا لي من انه بلد بتتابعوني. اتمنى اشوف رسايلكم على طول كده وعلق لكم وارد على حضراتكم. يا رب اشكركم وكل سنه وانتم طيبين على كل حاجه بتشوفوها وبترد عليا فيها. اشكركم، شكرا لمتابعتكم.